هذه تسمى أكلة المهدي المنتظر أو أكلة آل البيت. الدليل كما جاء في كتبنا: يا البرتقالة علي لا هي البرتقالة. الفاكهة المفضلة للإمامة هي البرتقالة. وصفة آل البيت هي أن تأخذي جميع ما في البيت وتحطيه في الانت بيت. يعني أتمنى خروف. والله لو اديت الحسين بنفسه ما ينفع. مساء الخير عليكم جميعا أعزائنا المشاهدين الطباخين والطباخات الجائعين والشابعين. نقدم لكم هذه الحلقة من مطبخ آل البيت، هذا المطبخ الذي طالما اشتقنا إليه وطالما أحببناه، ونستقبل اتصالاتكم على الرقم الموضح أدناه. نبدأ طبخة آل البيت. طبعا هذه تسمى بنظورة أو طماطيس بلغة أهل اليمن. هذه لآل البيت وهذه للنواصب. هذه تضعيها في الزبالة أو في أي مكان ما في مشكلة. ثم تبدأي بتقطيع هذه إذا كان متوفر الماء كما موجود هنا، إلى ما فيش ماء عادي قطعي بس هكذا تقطعي وتقولي يا حسين حتى لا تشطي يدك شطتين. يا سلام. ومعنا اتصالات من جميع المناطق التي طالما اشتقنا لها. ومعنا ألو. السلام عليكم. الست أم حنان. نعم ألو. أيوة معك أم حنان. تفضلي يا أختي. بس حبيت أسألك يا شيخ، كيف نقدر نصلح الملوخية؟ الملوخية هل استعنت بأخواتك؟ أيوة. وأمك؟ أيوة. هل دخلت اليوتيوب؟ أيوة. غلط، حرام، لا يجوز دخول اليوتيوب لأن فيه مقاطع والعياذ بالله. يجب عليك أن تهتمي بالطبخ ولا تدخلي في مناطق أخرى. بالنسبة للملوخية لقد شرحنا في الحلقة السابقة وأنت قلت أنك لا تستطيعين طباختها، فأسرع طريقة لك هي أن تذهبي إلى أقرب مطعم ثم تطلبي نفر ملوخية، وإن شاء الله تسبر الأمور ويسبر زوجك. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مولانا، حاب أسألك عن الأكلات المحرمة، هل هناك أكلات لا تجوز؟ الأكلات التي لا تجوز وهي الغالية، غالية الثمن، التي تدخل لتشتري بها تتعشى أو تتغدى أو تترشى، عندما تخرج تدفع ملايين، مش ملايين يعني مئات فهذه لا تجوز وهي محرمة سواء عند آل البيت أو في الشارع. نعم تفضل. بالنسبة للبيض هل هو حرام؟ البيض، شوف، البيض التي طرفاها متساويان، هذا وهذا متساوي. كيف تعرف؟ خذ مسطرة. قبل سيدتي عندما تطبخي يجب عليك أن تقيسي الطبخ بالضم. إذا كان طرفاها متساويان لا تأكليها. لماذا حرمت؟ عند رأسها ورجلها ما هي دارية برأسها من رجلها، كيف لماذا حرمت؟ كيف تأكل بيضة لا تعرف رأسها من ساجها؟ لا يجوز، لا يجوز بتاتا البتة. الإسلام ببرنامجه، برنامج الطعام، يقول لك اسمع، هذا البيض إذا تساوى طرف البيضة طرفها لا تأكله، لازم طرف يكون أصغر من هذا، طرف أصغر وهذا أكبر. هاي البيضة حلال. إذا بيضة طرفاها متساويان حرام، لأن تترك أثر في نفسك أنت ما تعرفه. نعم. عندي سؤال آخر. تفضل. بالنسبة للبطيخ، البطيخ كما جاء في الذكر أو جماعة في كتبنا الكلينكسي والشمبانزي أنه البطيخ رفض ولاية آل البيت، وبطيخ آخر وافق، فالحلو يعتبر من آل البيت أو من والى الإمام علي، فهو مننا. أما البطيخ المر فهذا هو الذي رفض ولاية الإمام علي. فمن أكل لقمة من البطيخ كتب الله له 70,000 حسنة ومحى عنه 70,000 سيئة ورفع له 70,000. بالنسبة للملوخية بالأرانب لا يجوز. بالأرانب لا يجوز. تكلمنا في هذا الموضوع أكثر من 600 مرة. الأرانب حرام. لماذا حرمت؟ هكذا. لماذا حرمت؟ لأنها تحيض. تحيض؟ نعم. والذكور صح.
أنت لا تسأل، لا تكن تسأل لماذا، إنما أهلك الذين قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. لا تسأل لماذا، ولكنها حرمت. حتى الآن باقي المذاهب الإسلامية تأكل الأرنب، والحقيقة يعني احنا إنما نأكله لأنه يحيض. هو في الواقع الحيوان هذا الأرنب من الحيوانات التي تحيض. سؤال أخير مولانا، تفضل. بالنسبة للكباب، الكباب جاء في حديث في كتاب المغيث أو الشلكين في زندون أنه جاء رجل إلى الحسين وقال له بطني. شنو بطني؟ أي ألم في بطني. فقال له عليك باللحمة، فأخذ اللحمة وطبخها في البيت. فجاء إليه قال لا زالت تؤلمني. فقال له حسين هلا أكلتها كبابا. عن الكباب نتحدث. فعن يونس بن بكر قال الرضا عليه السلام ما لي أراك مصفرة. يعني الرضا عليه السلام يسأل يونس يقول ايش بيك وجهك أصفر؟ ما لي أراك مصفرة. قال قلت وعك أصابني، يعني وعكة مرض أصابني. قال كل اللحم فأكلته، ثم رآني بعد جمعة على حالي مصفرة، نفس الشيء جمعة. قال ألم آمرك بأكل اللحم؟ قلت ما أكلت غيره منذ أمرتني، ما أكلت غيره من يوم ما قلت لي لحد اليوم. قال كيف أكلته؟ الرضا قال شلون أكلت اللحم؟ قال طبيخا، يعني طبخت طبيخ. قال كله كبابا، يعني اكله شنو؟ سوي كباب وكله. ثم أرسل إلي بعد جمعة فإذا الدم قد عاد في وجهي، فقال نعم. كباب، الكباب من زمان يا ولدي. أصلحك الله. سيدتي بالنسبة للبصالة يجب عليك أن عند طباختها أن تذكري الحسين. لماذا؟ حتى عندما تدمعي تؤجري فيها يا 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 يا. ومعنا اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. سيدي أريد أسأل سؤال. نعم. أنا سمعت ناس كثير يحجون سيدي عن السلطة الاثنا عشرية. شنو هاي السلطة؟ هذه مكونة من 12 نوعا من السلطة، لكن الكيوي لا تدخله في هذه الوصفة. لماذا سيدي؟ لأنه معدوم. وهناك أيضا السلطة 13 وال14 كلهن موجودات حسب. هل تعرف أن هناك في النواصب سيدي باقي سؤال سيدي بس على السريع. نعم. شنو هي الفاكهة المفضلة للإمامة سيدي؟ الفاكهة المفضلة للإمامة هي البرتقالة. لماذا؟ لأن البرتقالة أشد حياء، كما جاء في الذكر أنها جاءت إلى سيدي وقالت له يا سيدي قل لنا قولا حسينا في البرتقالة. فقال البرتقالة أشد الفواكه حياء. والدليل كما جاء في كتبنا يا البرتقالة يا البرتقالة يا معلقة وتسهيل، يا معلقة يا يكفي نذالة يا البرتقالة هكذا جاء. وكما ذكرتني ذي كنت ناسي. التفاحة جاء فيها يا 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 التفاحة طيع الساحة، يا هي التفاحة يا معلق الساحة. أما بالنسبة للموز فلم يأتي فيه شيئا. ومعنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سيدي ما هي وصفة آل البيت؟ وصفة آل البيت هي أن تأخذي جميع ما في البيت، جميع ما في البيت وتحطيه في الانت بيت. هذا يسمى الانت بيت باللغة الصهيونية. نعم. فخذي وصفة آل البيت وصبي زيت، قد سكب أول زيت، وإذا شيفليت علشان الذباب حتى لا يصبح الذباب موجود في آل البيت. ثم هذه الثوم التي تسمى الثوم 12. لماذا؟ لأنها 12 في الصن. شوفوا 1 2 3 4 5 12. أكيد أنه 12. ستسألون لماذا أحضرنا الباذنجان والحسين يكرهه حتى نفضح به أمام العالم. هذا الباذنجان كان أبيضا ذهبيا، فعندما رفض الخلافة والولاية خسف الله به فجعل أسودا يزرب. أول نبتة أقرت لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالولاية
الباذنجان. ثم خذي بعضا من حركات على هذا الزنجبيل. والوصفة معروفة وهي المقادير، نعيدها مرة أخرى: زيت الجلجلان، قحطة البيلسان، حبة البركة، 10 حبات دجاج، 2 كيلو ذرة، عصرة كراث. الكراث هذا الذي يستخدم وهو مدر للبول، لن نستخدمه لأنه نعم قليل من الدقيق وصفار البيض، أما بياضه فهو محرم علينا آل البيت. بعد كل هذه قولي يا حسين يا حسين يا حسين. بالنسبة للملح، إذا زاد الملح لا تقولي لي يا حسين، قولي يا حسين فقط من غير ين، يحس. نعم، لأنه ما ينفع لا قد زاد الملح والله لو تقولي 20 حسين. على العموم هذه تسمى طبخة المهدي، وفي رواية طبخة آل البيت. حطيها في الفرن. في الفرن. هذا الفرن صعب جدا. وقولي يا حسين يا حسين 7 مرات. معنا متصل. نعم. عليكم السلام. ما اسم هذه الأكلة يا سيدي؟ هذه تسمى أكلة المهدي المنتظر أو أكلة آل البيت. قل يا حسين 3 مرات وتمنى، وستحصل على ما تتمناه. يعني أتمنى؟ تمنى. خروف. والله لو اديت الحسين بنفسه ما ينفع. اطلب من الوصفات البسيطة. حلي يا ولدي يصلحك الله. طيب شيخي، ممكن تورتة؟ قل يا حسين 3 مرات. طيب يا حسين يا حسين يا حسين تورتة. اللهم صل على محمد. طالما انتظرناها، وهي إذا لم تقل يا حسين يا حسين 3 مرات بالنفس قوية، انظر ماذا سيحدث لك. قل ولا تنوي بها نية قوية. أتمنى أي شيء يا سيدي؟ لا، اتمنى تورتة بس. اعمل 2 يا حسين فقط. يا حسين يا حسين تورتة. ما بسبوسة. لأنك لم تتمنى صحيح. فهذه الوصفة إذا قلت يا حسين يا حسين يا علي يطلعين 2 تورتة وبسبوسة. ما شاء الله. هذه وصفة آل البيت. إن شاء الله في الحلقة السابقة أو التي سنعرف ما معنى كلمة ملح، وهي الميم مدري، اللام لك الله يا خالي من الشوق، الحاء حبيبي أسمر اللون. قال: وظننت أن الملح هذا الملح؟ قال: سيدي ليش أكو مصداق آخر للملح؟ هو ملح مصداق واحد. قال: لا والله، الملح الميم محمد، واللام لا فتى إلا علي، والحاء الحسن والحسين، فابتدئ طعامك بالصلاة على محمد وآل محمد. هذا معنى كلمة ملح. وننتقل بكم إلى الحلقة التي تلي هذه